ألقت القبض على شخص أفريقي معه طلاسم ومعه حجبة ومعه أشياء غريبة. زميل عبد الله العمري مراسل أكشن يا دوري في الأحساء واللي تواجد في مباراة النصر الفتح مع النصر اليوم في دوري عبد اللطيف جميل، تابع الموضوع وكيف استطاعت الأجهزة الأمنية التقاط هذا الشخص الأفريقي اللي معاه طلاسم ومعاه يعني يقولون انه مشعوذ، كيف التقطوه في وسط آلاف المتفرجين. هذا جهد أمني أيضا يسجل وتشكر عليه شرطة الأحساء. نتابع. خلال مباراة الفتح والنصر تم القبض على رجل من الجنسية العربية من الجنسية السودانية، يقال أنه دخل ببعض الأمور السحرية إلى الملعب. الرجل الآن في سيارة رجال الأمن في الدورية، لم يسمح لنا بأن نأخذ لقاء معه حسب تعليمات وزارة الداخلية. إذن كما تشاهدون هذه هي الطلاسم التي وجدها رجال الأمن مع أحد المشجعين اللي يفترض أنه مشجع جاء إلى مباراة الفتح والنصر، ورقتين. القصة كاملة حسب رجل الأمن اللي ألقى القبض على هذا الشخص. أنا لا يمكن أن نصنف الآن هل هو ساحر هل هو ما أدري، لكن هي بالفعل كما أكد الجميع هنا هي طلاسم سحرية. تم محاولة إدخالها في تمام الساعة 7:45 إلى أرضية ملعب الأمير عبد الله بن جلوي هنا في الأحساء خلال مباراة الفتح والنصر، أي تقريبا قبل نهاية المباراة أعتقد ب10 دقائق تقريبا إلى ربع ساعة. حاول هذا الشخص، جاء متأخر المباراة حسب رواية رجل الأمن، اشتبه في شكله في هيئته، وجه له سؤال مباشر. يعني على قولته هو يقول ايش عندك جاي هنا؟ قال والله انا بس جاي كذا. حتى الرجل لك يعني يمكن ما ادري ما هو ملم بكرة القدم كثير، عنده هدف محدد جاي ينفذه او مهمة محددة جاي ينفذها، فاشتبه فيه رجل الامن. قام بتفتيشه فوجد هذه الاوراق، تعرف عليها او شك فيها، طلب منه أن يتوقف. ذهب رجل الأمن ليتأكد إن كان شك في محله مع إيقاف هذا الرجل. بعد أن تأكد الجميع أن هذه الأوراق هي ليست كلمات عادية، تم إلقاء القبض عليه. الآن الرجل متواجد في شرطة الأحساء وسيتم التحقيق معه. هذه القضية حقيقة يعني تشعرنا فعلا بأنه ملاعبنا آمنة، تشعرنا أن هناك في تعاون بين كافة الأجهزة، سواء الأجهزة وزارة الداخلية أو حتى الإخوان في رعاية الشباب. شكرا بحجم السماء مرة أخرى للإخوان في وزارة الداخلية، وشكرا لا تكفي. أيضا شكرا للإخوان في الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في مكتب الإحساء، وأيضا في إدارة ملعب الأحساء الممثلة في الأخ الأستاذ إبراهيم المبرزي. أوجه رسالة شكر لرجال الأمن في الأحساء على ما قاموا فيه ويشكرون، ويشكر أيضا أنا أتمنى حتى يعني العريف علي الضاحي والجندي عايد العنزي أتوقع، ومشرف البوابة الدرجة الأولى الأخ أنور الدبيس الدوسري. حقيقة الله يعطيهم ويجزيهم كل خير، يعني كان عمل جيد يعني. وطبعا هذا عملنا احنا. احكي لي القصة أبو محمد، كيف حصلت؟ أنت طبعا صحفي وتعرف أن الجمهور يهم، أو لك يعني في الإعلام، فالجمهور يهمه كثير أنه يعرف التفاصيل. ماذا حدث بالضبط؟ طبعا يقظت رجال الامن حقيقه في التفتيش اثناء، طبعا احنا نفتش جميع رجال الامن، فيقظتهم في التفتيش يعني حسن التصرف، وجدوا عند الاخ اوراق قريبه يعني هي طلاسم او زي كذا يعني تشبه الطلاسم. فتوجهت انا للموقع وبالفعل وجدناها يعني اوراق عليها اشياء مكتوبه غير مفهومه. تم القبض عليه فورا. صحيح تم القبض عليه، واشكر رجال الامن. يستاهلون وزاره الداخليه يا اخوان، والله يستاهلون. وهذول يعني انا اقول قبله على كل راس واحد فيهم. قد الشخص ما تدري ايش اللي يعني يدخل شو يسوي ولا حاجه. طبعا اوجه رساله شكر وشكرا لكم، وهذا دوركم انتم كاعلام. واحنا نقول طبعا الملعب هذا طبعا يجيك كل الفئات، تجيك وكل الناس تجيك، ما تدري من اللي يجيك هنا، لكن احنا ان شاء الله باذن الله يعني الامور ذي راح نحطها في الحسبان.